فيلمنا بيبدأ بموانا وهي بتجري وسط الجبال لغاية ما بتوصل فوق جبل عالي وتبدأ تعمل صوت بالصدفة اللي معاها، وده علشان تعرف إذا كان في ناس تانيين عايشين على الجزر التانية ولا لأ. ولكن كالعادة مفيش أي رد، وبتقع موانا من غير قصد وهي بتنقذ الخنزير، وبالصدفة بتلاقي مع الفرخة فخار مرسوم عليه وتفرح جدا لأن ده معناه إن كان في ناس تانية عايشين على الجزيرة دي، وبتقرر ترجع لأهلها ولجزيرتها اللي بترحب بيها، وده لأنهم بيعتبروها بطلة بسبب أحداث الجزء اللي فات، ولو لسه ما شفتوش هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. وبعدها بيستقبلها باباها ويسألها عن رحلتها، فبتوريله موانا الفخار اللي لقيته وبتقوله إن ده بيدل على وجود ناس تانية غيرهم، وبيأكد باباها كلامها، وتقطع كلامهم أختها الصغيرة اللي بتجري على موانا وتعاتبها على غيابها، وتاخدها موانا لنفس المكان اللي كانت بتروحه مع جدتها، وتبدأ تحكي لها عن بحار قديم اسمه تاو تاي، وتقول لها إنه كان حلمه يدور على كل الجزر اللي في المحيط ويربطهم ببعض، وبما إن تاو تاي مات فموانا هي اللي تولت المهمة دي مكانه. ونروح لمشهد تاني وبنشوف ماوي واللي بيكون كائن خطفه بعيد عن الأرض، وأول ما بيظهر لماوي بيهجم عليه ويحاول يقتله لكنه بيفشل. ونرجع لموانا اللي بتكون بتحتفل مع أهل الجزيرة برجوعها، وفجأة بيحصل برق في السماء وتلاقي موانا نفسها في مكان غريب لوحدها، ويظهر لها شخص شكله غريب جدا وبيقول لها إنها لازم تدور على جزيرة موتو فيتو لا إما المكان ده هيكون مصيرها. هو بيختفي وبيحصل برق في السماء لتاني مرة، وبتفوق موانا وبتلاقي نفسها وسط أهلها، وأول حاجة بتقولها موتو فيتو، فبياخدها باباها وبيقول لها كل حاجة عن الجزيرة دي، وبيقول لها إن في ساحر اسمه نانو وده اللي ساحر الجزيرة، وبتقرر موانا إنها هتبدأ رحلة جديدة للبحث عن الجزيرة دي. وتاني يوم بتودع أهلها قبل ما تمشي، ونشوف ماوي اللي بيكون مربوط في الكائن وبيحاول يفك نفسه بكل الطرق لكنه بيفشل لتاني مرة. وأما موانا فبتكون بدأت رحلتها، والمرة دي مش بتكون لوحدها، ده بيكون معاها جدها وباباها واللي بيكونوا مش عارفين يتحكموا في المركب، وفجأة بتحصل عاصفة، وبعد ما بتخلص بتلاقي جزيرة موتو فيتو قدامها، وبتلاقي كمان سفينة كبيرة جاية عليهم وفيها كائنات شكلها غريب، وبيقدروا إنهم يمسكوا موانا وعيلتها، وتحاول موانا إنها تتفاوض معاهم وتقترح عليهم حل، وهو إنهم يتحدوا مع بعض لأن هدفهم واحد، وهو إنهم يوصلوا لجزيرة موتو فيتو. وبيوافقوا وبيوصلوا للجزيرة، واللي أول ما بيدخلوها البحر بيودي كل واحد في مكان، والرمح بتاع موانا بيقع منها، ويظهر لأهل موانا وحش وبيكون عايز يخلص عليهم، لكن كائن من الكائنات اللي معاهم بيقدر يخلص عليه، وبيقعوا من المكان اللي هما فيه لتحت، ويتفاجئوا لما بيشوفوا ماوي، ويكونوا في الأول مش مصدقين إن هو، لأنهم فاكرين إنه وحش ومتحول لشكل ماوي، فبيثبت لهم ماوي إن هو، وده من خلال إنه بيفضل يتحول بالعصاية السحرية بتاعته، وبنفهم إنه قدر يحرر نفسه أخيرا. وبنروح لموانا اللي بيكون مغمى عليها، وأول ما بتفوق بتلاقي في وشها خفاش وبتتخض منه، وتظهر لها ساحرة اسمها ميتينري وبتقول لها إنها عارفة إنها جاية تفك السحر اللي على موتو فيتو، وبتقول لها إنها محبوسة هنا ومش عارفة تطلع بسبب السحر ده، وتاخد موانا علشان توديها من طريق مختصر. وبيشوفها ماوي في الوقت ده وبتعمل الساحرة حفرة علشان تمشي منها، وقبل ما بتمشي بتقول لموانا إنهم أكيد هيتقابلوا تاني لما تفك السحر اللي على الجزيرة، وتروح موانا علشان تحضن ماوي واللي بتكون مش مصدقة إنها شافته تاني، وبيرجعوا لأهلهم وبيركبوا المركب بتاعتهم، وبيظهر لهم في البحر تنين علشان يموتهم وما يقدروش يفكوا السحر ويفضلوا يقاوموه، ويتحول ماوي علشان يقضي عليه، ويظهر لهم أكتر من تنين في الوقت ده ويفضلوا يحاربوا فيهم لغاية ما الشمس بتطلع عليهم، وأخيرا بيقدروا يخلصوا منهم كلهم ويطلعوا على الشاطئ علشان المركب بتكون باظت منهم، وبيقرروا إنهم مش هيستسلموا وهيصلحوها علشان يكملوا طريقهم للساحر نانو ويقدروا إنهم يفكوا السحر، وبيصلحوها فعلا وبيكملوا طريقهم بيها، لكن نانو مش بيسيبهم في حالهم ويبعت لهم عاصفة شديدة جدا، وبيقرر ماوي إنه هيتحول ويقاومها، وبنشوفه بيتحول لصقر ضخم وبيتجه ناحيته، لكن نانو بيقفل لهم المكان علشان ما يعرفوش يعدوا ويفضلوا يدوروا على حل علشان يوصلوا من خلاله. وبيقول ماوي لموانا إنهم علشان يعدوا لازم يكونوا ماشيين بأعلى سرعة، وبيتحول لصقر وبيطير ويرفع الصخرة، فبيستغل نانو الفرصة ويحبس ماوي وبيخليه ما يقدرش يتحرك تاني. في نفس الوقت بتكتشف موانا إن في طريق مختصر تقدر توصل بيه، وبتنط من المركب وتفضل تعوم، وبيكون نانو وراها، وتقدر موانا إنها توصل لآخر المحيط وتلمسه، وتنتهي العاصفة وبيتفك ماوي، لكن موانا بيكون أغمى عليها، وبينط ماوي من المركب علشان ينقذ موانا، وبيمسكها وبيفضل يعيط ويطلب منها إنها تقوم،
وفي الوقت ده بيظهر جدها وجدتها، وفي لحظة سحرية بينور المحيط وبتفوق موانا من تاني. وقبل ما جدتها تمشي بتودعها وتقول لها انها هتفضل معاها دايما. واخيرا بيحرروا جزيرة موتوفيتو وبيرجعوا للجزيرة بتاعتهم وهم فخورين باللي عملوه، وانهم قدروا يوصلوا كل شعوب المحيط ببعض من تاني. وبتحتفل الجزيرة كلها بموانا لانها اخيرا قدرت تنتصر على الشر. وهنا بتكون نهاية حكايتنا.